تستعد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتقديم دلائل على براءة وليد ركراكي مما نسب إليها من طرف قائد منتخب الكونغو الديمقراطية مبيمبا، الذي أدى إلى توقيفه لأربع مباريات 2 موقوفة التنفيذ حتى عام كامل. حيث أشارت تقارير إعلامية أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تجهز ملفا بالدلائل بالصوت والصورة لبراءة وليد ركراكي، دلائل تؤكد بأن المدرب وليد ركراكي والمساعد رشيد بن محمود قد تلقيا كلاما مسيئا وعبارات خادشة للحياء من طرف اللاعب مبيمبا، مثل ما قال وليد ركراكي في تصريح لصحيفة ليكيب الفرنسية حينما قال بأن اللاعب مبيمبا كان يشتم ويسب الركراكي وكذلك رشيد بن محمود قبل نهاية المباراة بدقائق، وبأنه رغم ذلك اتجه نحوه ووجه له التحية. كما أكد هذا المعطى رشيد بن محمود مساعد المدرب في تصريحاته خلال الندوة الصحفية بعد نهاية مباراة المغرب وزامبيا ليلة أمس، حيث قال: تبقى قرارات الكاف لا يمكن لنا الحديث عنها أكثر، وأنا شخصيا أعلم ما حدث لأنني كنت حاضرا واللاعب هو من استفزنا في البداية. كما أن مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية دي سابر كان شاهدا على الكلام السيء الذي وجهه مبيمبا للناخب الوطني وليد ركراكي، ولكن كما يعلم الجميع فمن المستحيل إطلاقا أن يشهد المدرب ضد قائد منتخبه. وللإشارة فبرغم من عدم تواجد وليد ركراكي على مقاعد الاحتياط بسبب التوقيف في مباراة الأمس، إلا أنه كان متواجدا على المدرجات وكان يقدم التعليمات بالتفاصيل عبر الهاتف للمدرب رشيد بن محمود، فقد كان فقط توقيفا شكليا لم يتواجد في مقصورة المدربين، ولكنه كان هو المحرك الفعلي للمنتخب المغربي وصاحب التشكيل والخطة والتكتيك أثناء وقبل المباراة. وقد تضامن لاعبو المنتخب المغربي مع وليد ركراكي خصوصا بعد تسجيل حكيم زياش هدف المباراة الوحيد، حيث خلال احتفاله بالهدف قام بإشارة قلب بيديه ووجهها تجاه مكان تواجد وليد ركراكي على المدرجات في رسالة لأنه هو واللاعبين يتضامنون معه ضد قرار الكاف المجحف. ومن المنتظر أن تعلن الكاف عن القرار النهائي بعد استئناف الجامعة خلال اليومين القادمين، ومن المتوقع جدا أن يتم تخفيف العقوبة، علما أن الكاف وجهت أيضا عقوبة مالية للاتحاد الكونغولي لكرة القدم بقيمة 20,000 دولار أمريكي بسبب ما وقع.